كيف تتعاملين بأنوثة معه؟ مرحبا بيكي في بودكاست رحلتي لفهم نفسي كأنثى، المكان اللي بنحكي فيه عن تفاصيل بتعيشها كل واحدة فينا، تفاصيل من حياتنا، من مشاعرنا، من جوانا، وكل مرة بناخد خطوة جديدة نفهم نفسنا أكتر ونحب نفسنا بعمق أكتر. النهاردة عايزاكي تقعدي معايا كأننا بنتكلم سوا من القلب للقلب، وهنتكلم عن موضوع حساس لكنه عميق. إزاي تتعاملي بأنوثة معاه؟ يعني إيه أصلاً تتعاملي بأنوثة؟ وهل الأنوثة ليها شكل معين، ولا نبرة صوت، ولا لبس معين، ولا طريقة معينة في الكلام، ولا هي طاقة، إحساس داخلي، حالة بتعيشيها، ولا يمكن شوية من كل ده؟ تعالي نغوص مع بعض. أولاً افهمي إن الأنوثة مش ضعف، دي قوة. الأنوثة مش معناها إنك دايماً ناعمة، ولا دايماً ساكتة، ولا دايماً بتضحكي. الأنوثة معناها إنك متصالحة مع نفسك، عارفة مشاعرك، وفاهمة إن احتياجك للحب مش ضعف، وإن التعبير عن احتياجك مش عيب. لما تتعاملي معاه بأنوثتك مش معناها تتخلي عن كرامتك، ولا تعملي نفسك مش فاهماه، ولا تضحكي على الحاجات اللي مش بتضحك، لكن معناها إنك تعرفي تقوليله أنا زعلت، بس بطريقة فيها دفء مش هجوم. تقوليله وحشتني من غير ما تحسي إنك قللتي من نفسك. تقوليله أنا محتاجاك دلوقتي من غير ما تكسري نفسك. الأنوثة هي التوازن ما بين قوة المشاعر وهدوء التعبير. ثانياً، الأنوثة بتظهر في ردود أفعالك، مش بس في شكلك. ممكن تكوني لابسة أبسط حاجة ومن غير ميك أب، لكن فيك لمعة في عينيك، فيك طاقة مريحة، طاقة بتقول أنا مرتاحة مع نفسي، ودي أكتر حاجة بتجذبه ليكي. الراجل الحقيقي بينجذب للطاقة دي لما تحسي إنك مش محتاجة تثبتي نفسك، ولا تتظاهري إنك أقوى منه، ولا تتصنعي إنك أضعف. تعاملي معاه من مكانك الحقيقي، من أنوثتك الناضجة اللي بتعرف تحتضن وتسمع وتتواصل، لكن كمان تعرف تحط حدود وتقول لأ لما تحتاج تقولها. ثالثاً، متلخبطيش بين التعلق والحب. واحدة من أكبر الحاجات اللي بتخلي البنت تفقد أنوثتها هي لما تدخل في حالة من التعلق، تبدأ تبقى على أعصابها طول الوقت، تراقب كل تفصيلة وتخاف تخسره، وتبقى بتديله أكتر ما بيديها، وتنسى نفسها في وسط كل ده. في الحالة دي بتفقد توازنها وبيقل جاذبيتها، لأنها خرجت من طاقتها، خرجت من مساحتها الخاصة، نسيت نفسها عشان تفضل جنبه. بس الحب الحقيقي هو اللي بيرجعك لنفسك، مش اللي يضيعك منها. لما تتعاملي معاه بأنوثة بتكوني حاضرة بس مش متعلقة، قريبة بس مش متشبثة، بتحبي لكن مش بتضحي بهويتك. رابعاً، احتضني الجوانب الهادية جواكي. كل بنت جواها طاقة فيها احتواء ورقة وصبر، لكن المجتمع ساعات بيعلمنا نكون في حالة دفاع دايم، نشد على نفسنا ونتكلم بعصبية ونبين إننا إدها وقدود، وفي وسط ده بننسى نسمح لأنفسنا نكون بس إحنا، نكون حقيقيين مش متصنعين. لما تتكلمي معاه اختاري الكلام اللي فيه دفء، نبرة الصوت اللي فيها رحمة، السكوت اللي فيه أمان. الأنوثة بتبان أكتر في لحظة صمت فيها مشاعر من 1000 كلمة مكررة. خامساً، العلاقة مش ساحة صراع، دي مساحة مشاركة. مفيش حد لازم يكسب ولا لازم يثبت إنه الأذكى أو الأقوى. أنوثتك مش عدو رجولته، ومش لازم تكوني دايماً في وضع إثبات أو مقاومة. كل ما كنتي مرتاحة مع نفسك كل ما قدرتي تخلقي معاه مساحة فيها قبول وتفاهم، مش تحدي ولا تهديد ولا لعبة مين يسيطر أكتر. لما تتعاملي معاه بأنوثتك بتخليه يحس إنه مش محتاج يدافع عن نفسه ولا يثبت لك حاجة، بس يحس بالأمان ويحب يكون حقيقي قدامك. الأنوثة مش حاجة تكتسبيها من برا، دي طاقة بتبدأ من جوه. بتبدأ لما تسألي نفسك أنا مرتاحة وأنا بتكلم معاه كده، أنا بحب نفسي بالطريقة دي، أنا بحترم مشاعري. كل مرة تختاريه تتعاملي من مكان الحب مش الخوف، من مكان السلام مش القلق. انتي بتقوي أنوثتك وبتكبري بيها، وفي النهاية حبك لنفسك هو مفتاح علاقتك بالآخر. ولو وصلتي معايا لآخر الحلقة حابة أسمع منك، إيه أكتر حاجة لمستك في الكلام؟ هل حسيتي إن في حاجة محتاجة تشتغلي عليها؟ شاركي رأيك في التعليقات وسيبالي رسالة بصوتك أو بكلماتك. وافتكري دايما كل ما قربتي من نفسك كل ما علاقتك بيه بقت أعمق وأصدق وأجمل. شكرا لوقتك ولوجودك، واستنيني في الحلقة الجاية من رحلتي لفهم نفسي كأنثى.